وتحضيرا للديربي، الوداد البيضاوي يواصل تدريبه بملعب بن جلون وهو يطمح إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، تحقيق الفوز على غريم عنيد اسمه الرجاء والاقتراب أكثر من المقدمة. استعدادات الواك في ريبورتاج زهير الرامي وأنوار أفغاني. استعدادا للديربي البيضاوي أجرى فريق الوداد بمركب بن جلون في جو ماطر وبارد حصة تدريبية في حضور أبرز لاعبيه، وعلى رأسهم نادر المياغري ومحمد بن رابح، بالإضافة إلى الكونغولي فابريس أونداما وبكاري كوني ليفواري. نادي وداد الأمة بعد تحقيقه لفوزين متتاليين، الأول أمام أولمبيك آسفي بالدار البيضاء بهدف مقابل 0، والثاني في الأسبوع الماضي بملعب الفوسفات أمام أولمبيك خريبكا بهدفين مقابل 0، يسعى للحفاظ على صحوته. واظن بانه كل واحد كيتمنى باش الفريق ديالو يفوز بالمقابله. كنتمنى باش هذه المقابله تدوز بجو رياضي ممتع اللي كان الجمهور كيجي باش يشوف الفرجه وكيجي باش يشوف مقابله في المستوى، والرابح الاكبر هو الرياضه تكون نظيفه، تكون المقابله نظيفه. المقابله ديال الديربي كما يشاهدها الجميع يعني عندها خصوصيات ديالها، يعني اي فريق كيبغي يفوز في هذه المقابله سواء لعب على الدوري المغربي ولا ما لعبش، يعني فريق رجاء البيضاء ولا فريق الوداد البيضاوي كيستعدوا لهذه المقابله بما فيه الكفايه، ونتمنوا والله باش تفوت هذه المقابله في اجواء رياضيه، واللي كان الفائز كنتمنوا له التوفيق ان شاء الله، ونتمنوا والله باش نحرزوا على 3 نقاط ان شاء الله باش ناديو الجمهور فريق الوداد البيضاوي. الفريق الأحمر بات مستعدا نفسيا لمباراة الدربي عندما يواجه الأخضر الرجاوي. الوداد أرغم الرجاء البيضاوي على التعادل بهدف مقابل هدف في مباراة الذهاب، وتقدم في النتيجة لمصلحة الوداديين الإيفواري بكاري كوني إثر تنفيذ ضربة حرة مباشرة بشكل رائع في الدقيقة 26، وأدرك التعادل للرجاء كوكو في الدقيقة 88. بالنسبه لنا مباراه كتكون قويه، فالديربي يعني عنده واحد الطعم خاص، وان شاء الله غادي نستعدوا بما فيه الكفايه باش ندخلوا باش نحققوا 3 نقاط ان شاء الله. نادي الوداد البيضاوي يواصل الإبحار في دروب الإعداد للموعد الهام، وعينه على انتزاع فوز جديد في دربي البيضاء الذي يظل مفتوحا على كل الاحتمالات.